الإمام الصادق عليه السلام يقترح لذوي الحوائج ويدعوهم إلى هذه الصلاة النادرة. يقول: إذا قام العبد نصف الليل بين يدي ربه لا بد أن نعمل بحذافير ما في الرواية. إذن الصلاة لا تؤدى نهارا ولا في أول الليل، نعم في منتصف الليل، فصلى له 4 ركعات في جوف الليل المظلم، ولم يقيد الإمام بشيء، ما قال أي سورة صغيرة طويلة الأمر إليك، يا لها من صلاة خفيفة على النفس. إذن جوف الليل 4 ركعات، ثم سجد سجدة الشكر بعد فراغه، أي بعد الفراغ من هذه الصلاة. ماذا يقول في سجوده؟ يقول في سجوده فقط كلمتان ولكنها يكررها 100 مرة، يقول: ما شاء الله، ما شاء الله، ولا يعقب على ذلك شيئا. ما النتيجة؟ ناداه الله جل جلاله فوق عرشه. الآن هذا النداء لا يصل إليك، أمر آخر أنت لا تسمع. هذه الطبلة، طبلة الأذن، خلقت لتسمع أصوات العصافير والبلابل والبشر، أما الأصوات العرشية نعم تحتاج إلى قلب عرشي وإلى أذن عرشية، كما يقال إلى حواس برزخية. العالم مليء بالأعاجيب. ليلة القدر بنص القرآن الكريم الكون يمتلئ ملائكة. هل رأيتم ملكا في ليلة القدر؟ لم نرى شيئا لأننا محجوبون. يوم القيامة تكشف الحجب. المهم رب العالمين يناديه من فوق العرش: عبدي إلى كم تقول ما شاء الله؟ قلت مرة، مرتين، 100 مرة. إلى كم تقول ما شاء الله؟ أنا ربك وإلي المشيئة، وقد شئت قضاء حاجتك فسلني ما شئت. نعم، انظروا إلى عظمة السجود. نحن ذكرنا هذه الرواية من بركات السجود بين يدي الله عز وجل. إذن صلى ما دعا، جلس ما دعا، إلا أنه عندما سجد أخذ يناجي ربه بكلمة ما شاء الله، يعني يا رب ما شاء الله كان، ما شاء الله تنجز، ما شاء الله لم يتخلف، أن تقدر ما شئت من معاني في هذه الجملة المباركة. إذن احفظوها في الشدائد، في الأهوال، في العقبات، في النكبات. نعم، هذه الصلاة مرة أخرى في جوف الليل 4 ركعات من دون سورة محددة، ثم تسجد وتقول ما شاء الله.